السلام عليكم. معاكم سحر غيث من إدارة التسويق المحلي، الإدارة العامة للتدريب. بنرحب بكم في ندوة النهاردة، نظرة عامة على قانون 157. ومعانا الأستاذ باسم بهجت المحاضر النهاردة إن شاء الله. أستاذ باسم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ سحر، واهلا وسهلا بالساده الحضور جميعا. أهلا بحضرتك. احنا آسفين طبعا على التأخير، ونبتدي الندوة إن شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طبعا بنرحب بحضراتكم في ندوه جديده من الندوات اللي بتنظمها الاداره المركزيه لتنميه المواهب، الاداره العامه للتدريب. هنتكلم مع حضراتكم النهارده على القانون 157 لسنه 2025. وفي الحقيقه طبعا القانون 157 لسنه 2025 من ابرز القوانين اللي جاءت بتعديلات في قانون الضريبه على القيمه المضافه. تمام، طبعا بعد قانون 3 لعام 2022. اول حاجه طبعا صدر القانون 157 لسنه 2025 في 17 يوليو 2025، وتم نشره في الجريده الرسميه على ان يطبق من اليوم التالي. يبقى احنا بدايه تطبيق القانون عندنا 18 يوليو 2025. نفتكر التاريخ ده كويس عشان هيبقى فارق معانا في معاملات ضريبيه كثيره. طيب، اول حاجه هنقول التعديلات اللي تناولها القانون 157. هنقول النص القانوني قبل التعديل والنصوص القانونيه بعد التعديل، وهنشرح لحضراتكم ايه التعديل اللي تم على هذه البنود، والمعالجات الضريبيه بتاعته تبقى ماشيه ازاي. اول حاجه هي التعديلات الخاصه بالسجائر، طبعا في ضوء القانون 157 لسنه 2025. طيب، اول حاجه بند السجائر عندنا طبعا هو كان مسلسل تابع واحد على ألف. تمام. كانت وحدة التحصيل هي ال 20 سيجارة أو العبوات الأخرى بذات النسبة. تمام. نص القانوني كان قبل التعديل كان فئة الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 450 قرش للعبوة. تمام. طيب، النص القانوني بعد التعديل طبعا احنا كل اللي زاد عندنا هم 3 شرايح، زودنا نص جنيه على كل شريحة. طيب، ال3 شرايح هم ايه؟ اللي هي الشريحه السعريه الاولى اللي هي كانت الحد الاقصى سعر بيع كانت 48 جنيه. تمام، كان 31 جنيه اصبحت 48 جنيه. طيب، والشريحه السعريه الثانيه كانت 45 جنيه اصبحت 48 جنيه. والشريحه الثالثه كانت 69. تمام. آه، كانت 45 عفوا اصبحت 69. يبقى انا عندي هنا فئه الضريبه بالنسبه للسجائر هي 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالاضافه الى طبعا 500 قرش للعبوات التي يزيد سعر بيعها عن 48 جنيه. تمام. و750 قرش عوضا بدلا من 700 قرش للعبوات التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيه ولا يجاوز 69 جنيه، او المستورده التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيه. واخيرا طبعا 800 قرش للعبوه من اصناف السجائر المصنعه محليا او المستورده التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيه. وطبعا كان البند ده قبل التعديل كان 750 قرش طبعا بدل 800 قرش، وكان الحد الاقصى كان 45 جنيه. طيب. أي. طيب، تاني بند بالنسبه لنا تعدل هو التعديلات الخاصه بالمشروبات الروحيه والمشروبات الكحوليه. تمام. ودي المعامله الضريبيه بتاعتها اتغيرت تماما عن فيما قبل القانون 157. طيب، كانت المعامله الضريبيه طبعا قبل التعديل. طبعا احنا عندنا ده برضو بند الجدول. بالنسبه ده سلعه جدول مسلسل رقم 3. تمام. على جيم. اول حاجه كان الصنف هو نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذي اوقف اختماله باضافه الكحول بما في ذلك المستله وفرموت وانبذه ومشروبات مخمره. طيب، كانت وحده التحصيل عندي القيمه. تمام. وفئه الضريبه كانت 150% بحد ادنى 15 جنيه عن اللتر السائل. طب المعامله الضريبيه دي احنا بنقول هي اتغيرت تماما. اصبح وحده التحصيل عندي الهكتوليتر. تمام. وما بقتش بقى 150% بحد ادنى 15 جنيه على اللتر السائل، لا، اصبحت عندي متصنفه 3 تصنيفات. اول حاجه نسبه كحول اقل من او يساوي 8%، ونسبه كحول اعلى من 8% وحتى 16%، ونسبه كحول اعلى من 16%. واصبحت وحده التحصيل هي الهكتوليتر. الهكتوليتر اللي هو وحده
قياس طبعا، وهي ال 100 لتر. واصبحت الفئات الضريبيه طبعا على اول فئه اللي انا قلت لحضراتكم عليها، اللي هي نسبه الكحول اقل من او يساوي 8%، اصبحت وحده تحصيل الهكتوليتر وفئه الضريبه 2800 جنيه. طيب بالنسبه لنسبه الكحول الاعلى من 8% وحتى 16%، فئه الضريبه اصبحت 3600 جنيه. طيب بالنسبه لنسبه الكحول الاعلى من 16%، اصبحت فئه الضريبه 4800 جنيه. طبعا وده مرورا بالبند د طبعا من المسلسل 3، وهو برضو ايضا المشروبات الروحيه والمشروبات الكحوليه المحلاه والمعطره ومشروبات كحوليه اخرى ومحضرات كحوليه مركبه مكترات طبيعيه، هي نفس النسب. طبعا نسبه كحول اقل من او يساوي 8%، نفس فئه الضريبه. نخش على المسلسل 4، وهو البيره الكحوليه. كانت البيره الكحوليه في النص القانوني قبل التعديل 250% بحد ادنى 500 جنيه عن الهكتوليتر. تمام. برضو اصبحت بنفس فئات اللي هي النسب الكحوليه. تمام. وفئات الضريبه ايضا 2800 و3600 و4800. طيب التعديلات الخاصه طبعا بالمشروبات الروحيه او بالسجائر. تمام. ليس الغرض منها هو زياده الحصيله، وانما طبعا هو في نفس الوقت تعزيز الموارد الماليه للدوله، وطبعا الحفاظ على صحه المواطن. تمام. وهو اتساقا مع معايير الصحه او توصيات منظمه الصحه العالميه. طيب هنيجي للتعديل، ثالث تعديل معانا في القانون 157، وهو التعديل الخاص بخضوع الوحدات الاداريه او بشكل ادق خضوع السمه التجاريه والصله بالعملاء. تمام. للوحدات الاداريه ذات السمه التجاريه والصله بالعملاء. طبعا اللي كان النص القانوني عندنا قبل التعديل كان بيخضع مكون المحل التجاري. تمام. بواقع 10% من القيمه الايجاريه او البيعيه بحسب الاحوال، وبتكون الضريبه المستحقه عليه هي 10% من هذه القيمه. يبقى انا عندي هنا انا مش بخضع قيمه ايجاريه او قيمه بيعيه، انا بخضع السمه التجاريه والصله بالعملاء. تمام. طيب النص القانوني اصبح بعد التعديل، وهو طبعا مسلسل رقم 15 في الجدول، اصبح السمه التجاريه والصله بالعملاء مكون المحل التجاري او الوحده الاداريه. يعني اللي تم اضافته طبعا بموجب القانون 57 الوحده الاداريه. وايضا هي نفس نسبه الخضوع بواقع 10% من القيمه الايجاريه او البيعيه بحسب الاحوال، وفئه الضريبه 10% من هذه القيمه. يعني في الاخر طبعا هنقول 1%، بس هي طبعا 1% مش لفظ دقيق، احنا بنقول هي 10 من 10. وده طبعا ده مش تعديل جوهري قد ما هو طبعا احدى خطوات وزاره الماليه ومصلحه الضرائب المصريه في تحقيق الاصلاح الضريبي وتحقيق المساواه بين القطاعات. طبعا كانت الوحدات الاداريه طبعا عامله تباين، لان كان السمه التجاريه والصله بالعملاء ينطبق ايضا على الوحدات الاداريه وليس المحال التجاريه بذاتها. طيب هنيجي طبعا للتعديل الخاص بإلغاء الإعفاء على البترول الخام. احنا طبعا عارفين ان كان عندنا البترول الخام كان معفي وفقا لقائمة السلع والخدمات المعفية من الضريبة على القيمة المضافة. فجاء عندنا طبعا تم تعديل البند 20 من قائمة السلع والخدمات، كان ينص على المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالاتها الطبيعية. طبعا بعد خروج البترول الخام من قائمة السلع والخدمات وخضوعه لضريبة الجدول، آه، أصبح المسلسل رقم 15 خاضع ل 10% من القيمة. تمام. طبعا تم تعديل البند 20 ليصبح المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالاتها الطبيعية فيما عدا البترول الخام. طيب عندي أيضا التعديل الخاص بإلغاء الإعفاء على بعض انواع الاعلانات في ضوء القانون 157 لسنه 2025. طبعا موضوع الاعلانات دوت اتغير اكتر من مره، طبعا بموجب القانون طبعا 67 لسنه 2016 ونشره في الجريده الرسميه 8/9 2016. كان اللي عندي الخاضع الاعلان طبعا من المعلن للمعلن اليه. وجي طبعا النص القانوني بعد قانون 3 لسنه 2022 ليصبح زي ما هقول لحضراتكم البند 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة، وهو الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة
أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، إعلانات البيع الجبرية، إعلانات الخاصة بالانتخابات، إعلانات طلب الحصول على العمل، الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، وأخيرا وهو ما تم الإبقاء عليه في ضوء القانون 157، وهو الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية. يبقى أنا عندي من 18 يوليو اللي أصبح عندي معفي تمام بموجب القانون هو الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية. وهنشرح لحضراتكم إيه المعفي عندي بالنسبة لهذا البند، عشان برضو ده أثار بعض التساؤلات عند المجتمع الضريبي. وهو برضو احنا بنقول اللي معفي عندي هو بيع الإعلان من المعلن للمعلن إليه. يعني إحدى المستشفيات المنوط بها الإعفاء جابت شركة الإنتاج دي بتعمل لها إعلان، لما تيجي تفوترها من غير ضريبة. ولكن شركة الإنتاج في مراحل إنتاج الإعلان أو تمام ديكورات بقى، أجور ممثلين، أتعاب، أيا كان مدخلات هذا الإعلان، فهي بتخضع للضريبة طبعا بفئات الضريبة المقررة قانونا، سواء جدول سواء قيمة مضافة. يبقى أنا عندي هنا اللي معفي هو بيع الإعلان نفسه من المعلن للمعلن إليه طبعا. وعندي طبعا إلغاء البندين رقم 18 ورقم 48 زي ما قلت لحضرتك. رقم 18 اللي هو كان البترول الخام تمام، وعندي رقم 48 خدمات وكالات الانباء. طبعا بالغاء البترول الخام اصبح خاضع لضريبه الجدول، لان تم اضافته في المسلسل رقم 15 ضمن الجدول، واصبح خاضع بفئه 10% من القيمه. اما بالنسبه لخدمات وكالات الانباء فتم الغائها، طبعا خرجت خارج حيز الاعفاء الضريبي، طبعا خارج قائمه السلع والخدمات المعفاه، فاصبحت خدمات وكالات الانباء عندي خاضعه للضريبه بالسعر العام. وطبعا اخر حاجه عندي اهم كانت مهمه جدا بالنسبه للمجتمع الضريبي كله تمام، وهو المقاولات واعمال التشييد والبناء، توريد وتركيب، عدا التي تؤدى لانشاء او صيانه او ترميم دور العباده. طبعا كانت خاضعه لفئه 5% عفوا من القيمه تمام. جت الماده السادسه عندي من قانون 157 لسنه 2025 قالت يلغى المسلسل رقم 9 من البند اولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبه على القيمه المضافه. طيب طبعا الغاء المسلسل رقم 9 من البند اولا في الجدول، طالما تم الغائه يبقى اصبحت المقاولات واعمال التشييد والبناء خاضعه للضريبه بالسعر العام. طبعا لما جت خضعت للضريبه بالسعر العام كان لازم طبعا تلا قانون 157 وفي ضوءه قرار وزير الماليه رقم 417 طبعا اللي ادى تعريفات مختلفه واضاف مواد هنشرحها لحضراتكم دلوقتي. اول حاجه كانت المدخلات الغير مباشره. طبعا الماده واحد اضافت للتعريف الاتي: المدخلات الغير مباشره كانت قبل التعديل كانت تكاليف الانتاج والتشغيل غير المباشره وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الاداريه والعموميه فقط. طيب لما جينا بقى المدخلات غير المباشره، طبعا تيسيرا على الممولين التعريف اتغير طبعا، وبتغيير التعريف هتتم تغيير المعامله الضريبيه للمدخلات الغير مباشره. يعني طبعا المدخلات الغير مباشره اللي هنقولها دلوقتي يجوز اعمال قواعد الخصم بشانها. طيب اصبحت المدخلات الغير مباشره هي التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقه ببيع سلعه او اداء خدمه خاضعه للضريبه، ومنها التكاليف الانشائيه والتكاليف التمويليه وتكاليف الانتاج والتشغيل غير المباشره وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الاداريه والعموميه. يبقى انا عندي هنا القرار 417 اضاف عندي التكاليف التمويليه والتكاليف الانشائيه. طيب عندي طبعا التعديل الخاص بالماده 29 تمام من اللائحه التنفيذيه اللي كانت بتنص على المسجل خصم الضريبه السابق سداد على مدخلاته من رصيد المخزون السلعي في تاريخ تسجيل وفقا للضوابط والشروط اللي هي طبعا زي ما احنا عارفينها: امساك دفاتر وحسابات منتظمه، حيازه اصول الفواتير، تقديم بيان المخزون السلعي في تاريخ التسجيل على نموذج طبعا 122 ضريبه قيمه مضافه،
وطبعا ان الضريبه دي ما كانتش تكون ادرجت ضمن التكلفه، او اذا تم ادراجها ضمن التكلفه يتم تسويه اجراء التسويات المحاسبيه والضريبيه. وطبعا الا يكون المخزون متعلق ببيع سلعه او اداء خدمه خاضعه للضريبه. وطبعا جيت نص القانوني بعد التعديل اضاف في تاريخ اخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبه. يعني الماده 29 اتعدلت لتصبح كالاتي: للمسجل خصم الضريبه السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعي في تاريخ تسجيله، او في تاريخ اخضاع مبيعاته من السلع، وفي تاريخ اخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبه، طبعا وفقا للشروط والاحكام التاليه. طبعا هي الشروط اللي احنا قلناها لحضراتكم كلها. وتم اضافه آه، في تاريخ البند الفقره الثالثه اللي هي بتفيد بتقديم بيان المخزون السلعي طبعا في تاريخ التسجيل، وذلك رفق طلب التسجيل. البند ب في تاريخ اخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبه، وذلك خلال المده التي حددها رئيس المصلحه. يبقى انا هشرح لحضراتكم ببساطه ايه المعالجه الضريبيه اللي نتجت عن التعديل في الماده 29. هو حضرتك دلوقتي لو كنت مسجل آه، مسجل في مصلحه الضرائب وغير ولسه لم تبلغ حد التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، لما يتم اخضاعك او لما تبلغ حد التسجيل في تاريخ اخضاعك من مبيعاتك، ليك حق خصم الضريبه تمام على السابق سدادها على مدخلاتك. وده طبعا ادى تسهيل طبعا على الممولين والمكلفين. طيب هنخش على الماده 43، وهي طبعا الخدمات ذات الطبيعه المستمره. طيب هنقول الماده 43 طبعا قال تعتبر خدمات ذات طبيعه مستمره الخدمات التي تؤدى بصفه منتظمه او غير منتظمه لتحقيق احتياجات المستفيدين منها وتحصيل قيمتها نقدا او بفاتوره او بما يكون مقامها. وتعد من الخدمات ذات الطبيعه المستمره خدمات الاتصالات والفاكس، خدمات النظافه والحراسه، خدمات نقل البضائع والمواد، خدمات مقاولات التشييد والبناء. طيب هنشرح لحضراتكم يعني ايه خدمات ذات الطبيعه المستمره. الخدمات ذات الطبيعه المستمره اللي بيستحق الفاتوره عنها الواقعه المنشاه للضريبه هي واقعه اصدار الفاتوره. تمام. ليصبح طبعا الماده 43 بعد التعديل قالت ايه في تطبيق احكام الماده 33 من القانون: تعتبر خدمات ذات طبيعه مستمره الخدمات التي تؤدى بصفه منتظمه وغير متقطعه لتحقيق احتياجات المستفيدين منها والصادر بها فواتير الكترونيه او ايصال الكتروني. وده طبعا في ظل التكامل مع الميكنه والرقمنه في مصلحه الضرائب المصريه. يبقى انا لازم يبقى صادر بيها فواتير الكترونيه او ايصال الكتروني عشان حضرتك تبقى خدمه ذات طبيعه مستمره. تمام. وطبعا البند رابعا تم اضافه عليه اللي هي طبعا خدمات مقاولات وعمليات التشييد والبناء. وتم اضافه النص زي ما هقول لحضراتكم دلوقتي، وهي الخدمات التي تتضمن اعمال التوريد والتركيب معا والصادر بها فواتير الكترونيه او ايصال الكتروني بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري. طبعا احنا كان عندنا اصلا المعامله الضريبيه كانت بتاعت المقاولات آه، قبل القانون 157 كانت الواقعه المنشاه للضريبه هي اعتماد الاستشاري لمستخلص الاعمال. تمام. هي طبعا ما اتغيرتش كتير، هي طبعا اصبحت فاتوره الكترونيه او ايصال الكتروني بناء على اعتماد المستخلص من الاستشاري المعتمد للمشروع. طبعا ومنها اعمال المباني واعمال الاساسات واعمال الانشاءات والاعمال التكميليه والاعمال البحريه والنهريه وما الى اخره. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان التعديل دوت مهم جدا عشان اشترط ان الخدمات ذات الطبيعه المستمره تكون صادره بفواتير الكترونيه او ايصالات الكترونيه. طيب هنيجي برضو للماده 34 مقرر، ودي ادت تسهيل كبير جدا للمجتمع الصناعي. تمام. طبعا النص القانوني كان قبل التعديل طبعا احنا بنتكلم على الماده 34 عشان حضرتك تبقى معانا، اللي هي الماده 28 مقرر قانون. تمام. اللي هي خاصه بتعليق الضريبه على الالات والمعدات الوارده من الخارج او المشتراه من السوق المحلي للمصانع والوحدات الانتاجيه لاستخدامها في الانتاج الصناعي طبقا للقواعد والاجراءات. اول حاجه طبعا قال يكون تعليق اداء الضريبه لمده سنه واحده تبدا من تاريخ الافراج عن الالات والمعدات من الجمرك او من تاريخ شرائها من السوق المحلي بحسب الاحوال. طب ايه التسهيل اللي المصلحه عملته او وزاره الماليه عملته؟ طبعا قالت
إن يكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو من تاريخ شرائها من السوق المحلي بحسب الأحوال. اللي أنا هاقوله لحضراتكم ده هو اللي تم إضافته طبعًا بموجب القرار الوزاري رقم 417. قال إيه؟ وفي حالة شراء أو ورود خطوط الإنتاج مفككة على شحنات مجزأة، فيبدأ تعليق أداء الضريبة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلي أو من تاريخ الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك بحسب الأحوال. وده طبعًا تنظيم دقيق جدًا للإنتاج الصناعي، لإن طبعًا تلاحظ إن في بعض الأنشطة أو المصانع زي مثلًا مصانع السماد أو مصانع الأدوية أو أي نوع من أنواع الإنتاج الصناعي، طبعًا خطوط الإنتاج ممكن تاخد سنة و2 و3 و4. طبعًا مش كان قبل القانون سنة، هنا ادّى له براح إن هو يركّب ويشغّل من تاريخ دخول آخر جزء من خط الإنتاج. وده طبعًا كان تسهيل وطبعًا كان استجابة للمجتمع الصناعي في ضوء التيسيرات الضريبية اللي بتقدّمها مصلحة الضرايب المصرية. وأخيرًا طبعًا في القرار 417 هنتكلّم على المادة 45 مقرر. تمام. وطبعًا دي مادة مستحدثة تم إضافتها بموجب القرار الوزاري، ما كانتش موجودة قبل كده، اللي بتنُص على طبعًا هنقول النص ونشرح لحضراتكم إيه اللي هي عملته المادة. طبعًا النص بيقول في تطبيق أحكام الفقرة التانية من المادة التالتة من القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، تزداد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي 3 على ج ودال و4. 3 على ج ودال ده اللي أنا قُلت لحضراتكم اللي هي المشروبات الروحية والكحولية، و4 اللي هي البيرة الكحولية. من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بنسبة 15% سنويًا بدءًا من 1/1/26 لمدة 3 سنين، وتخفض النسبة إلى 12% سنويًا من 1/1/2029. طبعًا المادة دي إضافتها بتمثل نقلة تشريعية بتهدف إلى إعادة هيكلة العبء الضريبي تدريجيًا على بعض السلع والخدمات، عشان الزيادة ما تبقاش واحدة. تم تنظيم الزيادة عشان تبقى على 3 سنين، ويتم تخفيض ال15% بعد ال3 سنين لتصبح 12%. طبعًا ننتقل إلى القرار وزير المالية رقم 418 لعام 2025. وطبعًا هو ده القرار 418 طبعًا كان مهم جدًا بالنسبة لقطاع صناعة المقاولات، وطبعًا هو يشكل جزء كبير جدًا من ال من قطاع الصناعة في مصر بالنسبة لصناعة المقاولات. طبعًا قال إيه المادة الأولى، وبرضه هو يمثل كيفية آآ إدارة الفترة الانتقالية عن هذا البند أو عن هذه الصناعة بالنسبة لصناعة المقاولات. المادة الأولى قالت إيه، للمقاول العام أو المقاول الباطن بحسب الأحوال تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بالسعر المقرر قانونًا على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على أيضًا المستخلص المعتمد من الاستشاري العام أو المقاول العام حسب الأعوال، مع إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها. يبقى أنا هنا زي ما قُلت لحضراتكم المقاولات خرجت من الجدول أصبحت خاضعة للسعر العام. تمام. طيب هنعمل إيه في العقود اللي كانت مُبرمة قبل القانون وصدر لها مستخلص قبل القانون، وبالفعل تم إدراجها في الميزانيات وفقًا لمقايسات بقيم محددة أو معينة. تمام. طبعًا الهدف من أي قانون وتشريع هو الإصلاح الضريبي، وطبعًا استجابة لجهات الإسناد طبعًا. آآ تم عمل نظام تحاسبي في الفترة الانتقالية ما بين قبل التعديلات، قبل القانون 157 وطبعًا بعد القانون 157، وهو الفقرة اللي أنا هاقول لحضراتكم دلوقتي عليها. طيب قالت إيه نص المادة؟ بتقول وبالنسبة لعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون 157. يبقى عشان حضرتك هتمشي على النظام التحاسبي اللي إحنا هنقول عليه دلوقتي، رقم 1 إن أنت يبقى عندك العقد تم إبرامه قبل العمل بالقانون، وتم صدور مستخلص قبل القانون على الأقل. تمام. طبعًا والمستمر تنفيذها بعد صدور القانون تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة لتلك العقود بواقع 36% من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري. طيب وبالنسبة للمقاول الباطن اللي كانت معاملته في القانون القديم، إن المقاول الباطن كان في 67/2016 قال إن يعتبر المقاول
الباطن مسددا للضريبه، تمام، بشرط ان المقاول العام يكون سدد الضريبه والمقاول الباطن يحوز شهاده بده. طيب قال لك برضو المقاول الباطن يعتبر مسددا للضريبه عن هذه الاعمال التي كان بتنفيذها حال ثبوت ان القيام المقاول العام بسداد الضريبه عن ذات الاعمال، وذلك بموجب شهاده معتمده صادره من المقاول العام. طيب هي اشمعنى 36%؟ لان احنا قلنا طبعا ان المقاولات خرجت من الجدول وبقت خاضعه للضريبه بالسعر العام. طيب انا كانت عندي فئه الضريبه بتاعت المقاولات في الجدول كانت 5%. طيب 36% في السعر العام اللي هي 14% هتديني 5.04، يعني تقريبا هي نفس النسبه اللي كانت منصوص عليها قبل القانون. وده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم للحفاظ على العقود القائمه والميزانيات بتاعت جهات الاسناد وما الى ذلك. طيب يبقى برضو المقاول الباطن زي ما قلنا لحضراتكم هيبقى معاه شهاده معتمده صادره من المقاول العام تفيد تمام السداد. تمام طبعا اللي هيمشي بالنظام التحاسبي دوت اللي هو عمل مستخلص العقد بتاعه مبرم قبل القانون وعمل مستخلص قبل القانون، تمام، مش هيبقى ليه اعمال قواعد الخصم على عكس اللي هيمشي بالضريبه في السعر العام. تمام. طيب جت الفقره الثانيه قالت ايه؟ ويعد تعاقد جديد في تطبيق حكم هذه الماده كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون او زياده في حجم الاعمال بما يجاوز النسبه المنصوص عليها في العقد. طب عشان نشرح الماده دي طبعا عقود المقاولات ممكن يبقى مسموح فيها بنسبه زياده اعمال لا تتخطى مثلا على سبيل المثال 10% من قيمه من قيمه العقد. يبقى برضو هتمشي معانا طبعا ان ال 10% دي هتمشي معانا بالسعر التحاسبي. طب لو انت بقى جيت جددت العقد مثلا لعقد جديد او الزياده في حجم الاعمال تعدت النسبه ل 10% اللي انا اديت لك المثال عليها، لا يبقى ده هيعد طبعا هيتمشي عليه طبعا الضريبه بالسعر العام. وطبعا هنقول لحضراتكم ايه هي الاسئله الاكثر شيوعا بالنسبه طبعا للمقاولات واعمال التشييد والبناء طبعا. وبرضو للعلم كانت المصلحه نشرت هذه الاسئله الاكثر شيوعا. طيب هنقول العقود اللي تم ابرامها بعد القانون هتتعامل ازاي؟ فئه الضريبه المستحقه على العقود اللي احنا بنتكلم عليها اللي تم ابرامها بعد القانون، طبعا هتطبق الضريبه بفئه 14% على اجمالي قيمه الفاتوره اللي هي طبعا صادره بناء على اعتماد المستخلص من الاستشاري العام للمشروع. طيب بالنسبه للالتزامات المقاول الباطن هيلتزم باصدار فاتوره الكترونيه طبعا وهيحصل ضريبه فئه 14% من المقاول العام ويسددها للمصلحه، وايضا هيقع التزام على المقاول العام بسداد الضريبه للمقاول الباطن. طيب هنقول ايه هي الواقعه المنشاه للضريبه طبعا بالنسبه لخدمات المقاولات واعمال التشييد والبناء. الواقعه المنشاه للضريبه هي اصدار الفاتوره الالكترونيه او الايصال الالكتروني ايضا بناء على المستخلص. طيب ايه هي الالتزامات الواقعه على المقاول العام؟ طبعا المقاول العام يلتزم باصدار فاتوره الكترونيه او ايصال الكتروني ايضا بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري على خدمات المقاولات واعمال التشييد والبناء اللي هي طبعا توريد وتركيب محمله بالضريبه على القيمه المضافه بالسعر العام. طيب ايه هي الحقوق اللي انا اديتها للمقاول ويسرت عليه لما حولته من الجدول 5%؟ طبعا الجدول 5% هو ما كانش ليه اعمال قواعد الخصم، كانت الضريبه كلها بتخش معاه جوه التكلفه. طب انا دلوقتي ايه الجديد اللي انا عملته في القانون 157؟ طبعا انا اديت احقيه للمقاول العام او المقاول الباطن بخصم الضريبه السابق سدادها على مدخلاته المباشره زي الحديد والاسمنت والطوب والسن. طيب واديته برضو احقيه في خصم الضريبه السابق سدادها على المدخلات الغير مباشره زي الشدات المعدنيه والخشبيه والعدد والادوات، تصنيع لدى الغير، خدمه النقل، اي عندي مدخلات غير مباشره ليه حق ان هو يخصم الضريبه المسدده عليه. طيب وطبعا عندي بالنسبه للرصيد الدين اللي مر عليه اكثر من 6 فترات ليه حق ان هو يخصم ضريبته اللي هي طبعا الالات والمعدات المشتراه في ظل العمل بالقانون 157 لسنه 2025. طيب طبعا طب هل يحق للمقاول العام او الباطن رد رصيد الدين؟ يحق المقاول العام رد رصيد الدين طبعا وفي حاله عدم قدرته على خصم الضريبه باقراته الشهريه طبعا، وخاصه الضريبه السابق سداد على الالات والمعدات والاجزاء وقطع الغيار، واصبحت هذه الضريبه رصيد دين عليه ومر عليها اكثر من 6 فترات ضريبيه متتاليه ليه حق ان هو يرد الضريبه. وطبعا ده كان باختصار
نبذة مختصرة عن القانون 157 وعن القرارات الوزارية رقم 417 و418. تمام. وأي استفسار عند حضراتكم مرحب بيه طبعا. أستاذ سحر. أيوة يا أستاذ باسم. تمام يا فندم، احنا انتهينا من الشرح، ولو في أي استفسار عند السادة الحضور تحت أمركم. في أي أسئلة يا فندم للموجودين معانا؟ في أي استفسارات؟ في أي حاجة مش واضحة في المحاضرة نعيدها تاني؟ ننهي الندوة يعني؟ واضح يا أستاذ باسم إن مفيش أي تساؤلات أو استفسارات. مم. تمام أستاذ سحر. شكرا يا جماعة. العفو يا فندم. في حد بيسأل يا دكتور معلش؟ طب في إمكانية حضرتك تفتحي لي المايك أستاذ سحر؟ هو في. أفتح المايك ثانية واحدة. هم عايزين شرح الإيجارات. ف... أنا مش عارفة. أستاذ أيمن، المايك عند حضرتك مفتوح يا فندم؟ طيب هنشرح الإيجارات تاني يا فندم. احنا قلنا زي ما قلنا لحضراتكم، احنا عندنا المسلسل 15 تمام من الجدول. النص القانوني كان قبل التعديل السمة التجارية والصلة بالعملاء مكون المحل التجاري. تمام. كان اللي خاضع عندي 10% من القيمة، وكانت هذه ال 10% بتخضع لفئة ضريبة 10%. يعني حضرتك ببساطة كان هنفترض إيجار محل مثلا 100,000 جنيه داخل أحد المولات التجارية التي تحمل السمة التجارية والصلة بالعملاء. يبقى ده كانت هتبقى ضريبة الجدوى المستحقة عن هذا المحل التجاري 1000 جنيه بمنتهى البساطة. طيب هذا المول التجاري ملحق به وحدات إدارية تحمل نفس السمة التجارية والصلة بالعملاء. يبقى أيضا ما تم إضافته بموجب القانون 157 لسنة 2025 إن أصبحت هذه الوحدات الإدارية أيضا خاضعة نفس فئة الضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو القيمة البيعية بحسب الأحوال، لتصبح فئة الضريبة 10% من ال 10% اللي احنا قلنا لحضرتك عليها، اللي هي هتبقى في الآخر أيضا لو 100,000 جنيه القيمة الإيجارية للوحدة الإدارية هتبقى ضريبة الجدوى المستحقة هي 1000 جنيه بكل بساطة. طيب هو في مستر ميلاد عزت بيقول ممكن يفتح المايك من عنده عادي. طيب أستاذ أيمن، بالنسبة للأماكن التخزينية
طيب الأماكن التخزينية يا فندم هي حتى الآن ووفقًا للعديد من الفتاوي الصادرة من إدارة البحوث الضريبية هي خاضعة للضريبة بفئة السعر العام 14%، ولم يطرق بشأنها أي تعديلات. العفو يا فندم. في حد يا جماعة عنده أي استفسار؟ تمام يا أستاذ باسم. تمام يا أستاذ سحر. ما فيش استفسارات، وإحنا بنشكر حضرتك جدًا. عفوًا يا فندم، تحت أمرِك. شكرًا. شكرًا لحضرتك وللسادة الحضور جميعًا. شكرًا جزيلًا أستاذ أيمن، شكرًا جزيلًا أستاذ ميلاد.